أتوجه في هذا التوقع إلى اللبنانيين خاصة وإلى شعوب الدول العربية عامة، وأقول لهم انتبهوا جيدا من ظاهرة خطف الأطفال وظاهرة الإتجار بالأعضاء البشرية والبشر، وأحموا أولادكم من أي مواقف أو عمليات مشبوهة سواء في الشارع أو في الأماكن العامة، ولا تدعوهم يغيبوا عن عيونكم ولو للحظة. حمى الله أطفالكم وأطفال العالم من شر هذا الإجرام الذي لا يرحم. أنا بشوف معظم الأطفال نيشان للأسف يعني مع المربيات أو مع العاملات. أنا بقول منهم بأمان، لا منهم بأمان على إلا مع أهليهم، منهم بأمان إلا مع أهليهم. انتبهوا على أطفالكم، انتبهوا من المربين يلي عندكم، وفي ظاهرة خطف الأطفال والإتجار يعني ممكن أحد عم تمشي طفلة هذا ما ينتبه، صحيح انتبهوا تصير. روينا نهضة الإخوة والأخوات بسبب ليلى عبد اللطيف والتصريح اللي خرجت فيه في بداية السنة بتوقعاتها لسنة 2026 كيفاش غادي تكون الأحداث فيها. كان من بين التوقعات ديالها هو التوقع ديال حالات الاختطاف في العالم ديال الأطفال والاختفاء ديالهم، وأيضا ترويج لمسألة التجارة في الأعضاء عفوا. فباش نكونوا حياديين، وفي أول الفيديو غادي نطلب منكم أنكم تحطوا ديك لايك، الناس اللي ما دايراش أبوني دير أبوني، وباش نكونوا كيف ما قلت لكم حياديين بخصوص هذا الموضوع. فليلى عبد اللطيف حددت لنا البلاد اللي المفروض انها الاكثر تضررا لهذه المساله، وقالت انها كتشير بالكلام ديالها للبنانيين اولا، بمعنى ان هذه المساله يا اما غتبدا في لبنان يا اما غتكون اكثريه موجوده في لبنان. في الوقت الراهن ما كنشوفوش نهائيا اي حالات ديال الاختطاف في لبنان، وطون كنشوفوا كنتكلموا على حالات اختفاء كثيره ومتتاليه وفي ظرف وجيز ومتقاربه في الوقت في المغرب. الاخوه الله يجازيكم بخير، المغاربه وقفوا معنا، الله يجازيكم بخير وبارطاجيو على اوسع نطاق. بغينا يونس حنا غير نشوفوا حي ولا ميت غير نبردوا، راه قلبنا تحرق. هادي يا ولدي هادي اكثر من عينيا ما كنغفل عليها حتى شي بلاصه. كناشد الناس يدعوا معايا في هاد العواشر هادي. بداية المسألة بدات مع الطفلة سندس الإخوان اللي كان من المتوقع أنها طاحت في الواد، ودونك كنشوفوا ما كاينش أثر لهذه الطفلة نهائيا. حتى الكلاب المدربة اللي كانت كتبحث على الطفلة دائما ما كتمشي ما بين الدار ديال الطفلة والطريق اللي على الشارع أو اللي على الشنطة كيف كنقولوا، تما فين كتبقى تبحث على البنت. داروا الناس بحوث كثيرة والناس اللي تطوعوا إضافة إلى الدرك الملكي والوقاية المدنية وباش يبحثوا على هذه البنت في جميع أنحاء أو أرجاء الدوار وفي جميع طبعا المنافذ ديال الوديان اللي قريبه من البيت، الا انه ما كاينش اثر نهائيا للطفله. من بعد بدينا كنشوفوا حالات ديال الاختفاء اخرى الاطفال اخرين، والغريب في الامر الخوت هو ان هذه الحالات ديال الاختطاف كلها كتوقع في مدن صغيره، مدن اللي نقدروا نقولوا ان ما فيهاش كاميرات مراقبه كثيره، ما فيهاش ناس كثار، ما فيهاش فيها الناس كيعيشوا دائما في المدن الصغيره والبسيطه، كيعيشوا دائما في سلم وسلام، وكتكون المدينه او الدوار او المنطقه او الفيلا صغير، الناس كيعرفوا بعضياتهم، فكتكون دائما كيعيشوا بهذاك الامن. يعني ولدهم ولو يلعب عند الباب ولو يلعب فهو في مأمن، يعني كيلعب مع وليدات الدوار او وليدات الفيلاج او المدينه صغيره، الناس كتعرف بعضياتها. ما تقولوليش نورمال انه كل 3 أو 4 ايام يختفي طفل في المغرب. هبه من ازيله المراهنه سندس في الشاون اللي اختفائها كيشبه بزاف لهبه. دابا طفل اخر في زاكوره تلف من البارح وعائلته كيقلبوا عليه، وقبل منه باسابيع طفله في اقليم بولمان ما تلقاتش. دابا واش نورمال هاد الاطفال يختفيوا في اوقات متقاربه؟ والمشكل انه كل واحد في جهه، وفوق هذا الشيء عمليه البحث كتلقاهم بصعوبه وكتلقى حوايجهم مليوحين. اكيد ماشي نورمال، وكنظن هذا الشيء خاص يتفتح فيه تحقيق جنائي من جهه ويتربط بين الادله اللي تلقاو، ومن جهه اخرى الوالدين واش ما كيخافوش على اولادهم يطلقوهم للشارع؟ اطفال صغار يطلقوا للزنقه، راه هذا فيه واحد الاهمال خطير لهاد الاطفال من طرف ابائهم، خصوصا في الوقت اللي كيختفيو فيه الاطفال. خافوا على اولادكم وجمعوهم قبل ما تبداو تبكيو عليهم. باش نكونوا متفقين على واحد المساله، هو انه من الصعب جدا انك تقدر تكونترولي واحد البيبي ولا واحد الدري 24/24 وانت ام بوحدك، هذه ما يمكنش. الامهات اكيد غادي يوافقوني الراي، لان الوليدات ثقوا بي انه مهما كانوا الامهات رادين بالهم على الوليدات، الا ان اللطف ديال الله عز وجل هو الوحيد اللي كيكون رحيم وكينجي دوك الوليدات من بزاف ديال الكوارث، لا في البيت ولا في الخارج ولا مع الناس ولا في اي حاجه. فكما قلت لكم الله اللي كيكون مع الوليدات هو اول حاجه. ثانيا فاش كيكون شي حد حاط عليك العين وباغي يدير لك واحد الولد اولا باغي يسرق منك شي حاجه، فكون متاكد انه في ابسط اللحظه اللي ممكن انك تغفل فيها غيدير لك داك الولد. اذا كونوا على يقين على ان هاد الناس راه ما كيجيوش كيديو لهم ولادهم، وانما راه كيراقبوهم. راه ما يمكنش اننا نلوموا نهائيا مثلا الامهات ديال هاد الاطفال او الاسر ديالهم ونقولوا بانهم ما ردوش لهم البال او كان هناك اهمال. لا، راه ممكن في لحظه ديال انك غير تلفتي على ولدك يطير لك به، تلفت ما غاديش تلقاه، خصوصا الا كانوا كيخدموا هاد الناس. الا كنا كنهضروا هنا على حالات اختطاف بحال الولد ديال زاكوره، راه ما يمكنش نهائيا اننا نقولوا لانه السيد جا في واحد الدوار اللي بعيد على الطريق بعيد على كل شيء، لا يمكن اننا نقولوا ان هاد الدري كيف قالت العمه ديالو انه تبخر وطار. لا، هاد الولد تهز بيد ديال شي حد بفعل فاعل الاخوان. ف
اللي غادي نقول هو الناس ردوا بالكم لوليداتكم، ما بقات ثقه في حتى شي حد، ما كاين لا ثقه لا في هذا لا في ذاك، لا في هذا عمو لا في هذا خالو. الا عقلتوا على الطفله هدايه على ما اعتقد الاسم ديالها، راه كان اللي ارتكب فيها الجريمه رمضان اللي فات الله يرحمها وصبر والديها، اللي كان ارتكب فيها ديك الجريمه والمصيبه الشنعاء ورماها حدا الكاميون ديال الزبل، راه كان هو الخال ديالها او العم ديالها على ما اعتقد. فما تغفلوش على وليداتكم، راقبوا وليداتكم بقدر الامكان. حضروا وليداتكم، ما تخليهمش يخرجوا هذيك، خاصه هذيك المساكن اللي كتكون زيد مطرفه وما كانش تفوق. الله يرحم كل الوالدين، حضروا وليداتكم. المتنا صرخات الامهات، صرخات العائلات. لليوم الثامن سندس يبحث عنها، لليوم الثامن. اقول للعوائل ما دام هذا الامر اصبح ظاهره في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي جاء ليفسد على الناس فرحه الصيام وفرحه القيام وفرحه التوبه وفرحه نزول القران وفرحه نزول الملائكه وفرحه الاحسان وفرحه التوبه والغفران، اقول لكم احذروا هذيك المساكن اللي كتكون زيد مطرفه وما كانش تفوق. الله يرحم كل الوالدين، حضروا وليداتكم. المسؤوليه تعظم واكبر، وخاصه وقد وقع هذا، فالسعيد من اتعظ بغيره. ما تنعسش على اولادك، تبع اولادك، حضري اولادك. شفتوا فين وصلنا في هذا البلاد؟ شفتوا فين وصلنا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. باش نديروا كلمه نقولوا للناس حضروا اولادكم، سبحان اللي ما يسأل. ولكن هذا ذوق، لابد جات الوقيته، هذا هو فريضه الوقت. حضروا اولادكم، لا تفجعون في اولادكم بالغفله عنهم. الجميع اصبح فاهم واعي بالخطر اللي كنشوفوه مؤخرا وفي هذه الايام المباركه. ما كنتكلموش على حاله او حالتين او ثلاثه حالات او اربعه اللي معزولين وكل حاله في منطقه او في جهه، كنتكلموا على عدد ورقم اللي بدا كيخوف الناس، اللي كيتجاوز 11 طفل اللي اختفى، كنتكلموا على ناس بالغين ايضا وحالات ديال الاختفاء. فالامر ولا مقلق، الامر ما يمكنش نتكلموا على اختطاف اوطون كو مازال ما عارفينش هاد الوليدات فين مشاو، واش اختطفوهم، واش كاينه هناك عصابه اللي كتخدم مع بعضياتها، ولا كاينه هناك حالات ديال الاختطاف اللي معزوله، مثلا حاله ديال الاختطاف ديال شي واحد خطف بيبي لانه ماشي سوي في دماغه وبغى يدير به شي زاله، او ناس اخرين اللي ممكن يتكلموا على تجاره الاعضاء او ما يمكنش اننا نهائيا اننا نقدروا نقولوا ان هذه حالات اختطاف، لكن اليوم كنتكلموا على حالات اختفاء متكرره للاطفال ديالنا. فالامر صباح مقلق وصباح كيستوجب من الامهات والاباء انهم يردوا بالهم، خلينا من داكشي ديال عندي شغلي ولا عندي هذه ولا هذا. اليوم المفروض ان الوالدين يقابلوا وليداتهم بشكل كبير بزاف، والا فالامر بدا كيشكل خطوره، والا من بعد يمكن ما يكونش هناك تساهل. هاد العصابات او هذا الشيء اللي كيطرى لهاد الوليدات غادي وكيكثر، غادي وكيكبر، والمساله مساله مجهوله يعني، هذاك المجهول كيزيد يخوفنا اكثر. خطرت لي انا بنتي العار الله بها، واش ميته واش حيه واش ميته بالزرقاء واش كتصوم وانت باقا صغيره. ان شاء الله ان شاء الله. وليدي غادي شويه وليدي بنتي انا مساكم فيكم عليك دابا ان شاء الله. انا كنخاف الله وجالك عليك، وكنخاف الله وجالك عليك، وكنخاف واش هذا هو يوم الخولي تعطوني بنيتي، وانا نسمع ولا تسولي سالك نعاود لكم حاجه سالك نعاود لكم انا قلت عليكم باللي طلع عليا. عاونوني اخوتي عاونوني رجولي انت شوفوا عينيا لا ميتة ترجعتي ولا حية ترجعتي، عايشكم ولا مسوكم بكم هذاك الموت. كاع ما تكون على خير ان شاء الله، كنتمناو ان شاء الله تكون على خير وبخير، هذا هو المهم. ويا بالكم سالمه، واللي ما قدرش يعاون غير يبارطاج. عمرني شفت على بنتي شي حاجه، عمرني ما شفت على بنتي شي حاجه، صاحبتي واختي تعاود لي اللي في قلبها وانا كنعاود لها اللي في قلبي، وكانت مريضه وكنخرجها وكنت ندير نجري بها وقف فيكم. انا مزوقه في الله ومزوقه فيكم كلكم، لما ديروا مجهودكم فوق مجهودكم جيبوا لي غير بنتي. عاد نشوفها كانت ميته نشوفها، كانت حيه نشوفها، غادي نيت هذا الشيء. على خير يكون على خير ان شاء الله. اللي ما قدرش يعاون الاخوان غير يبارطاجي. كنتمناو الله يرضى الوالدين سالمه ان شاء الله يا ربي، ما يكون واقع لها حتى شي حاجه. ولينا كنشوفوا هذه الحالات بزاف خصوصا في هذا الاسبوع. ما فهمنا السيده مشات تقرا في المدرسه ما رجعتش، مشات بعد 8 ديال الصباح ما بقاش رجعت، نهار الاثنين في الصباح ومشات على خاطرها ولا في حوايجها وهذا شقاتها وهذيك خرجتها. غادي نخلي لكم الاخوان النمره ديال السيده وديال وليداتها، اللي شافها ولا عرف عليها شي حاجه يتواصل معاهم، اللي واخا غير يشوفها واللي ما قدرش يعاون غير يبارطاجي باش لعل وعسى يتصادف مع شي واحد يشوف. هادشي دابا ما عرفناش البنيه هذه واش مختطفه واش ميته واش حيه، وحنا نتمناو ان شاء الله يكون على خير والله يرجع لوالديها. والمهم راه دارت ديكلاراسيون. كنتكلموا على اختفاء العدد كبير من هاد الوليدات، والتساؤل هنا هاد الوليدات في حالة إلى مثلا البعض منهم لقوهم، يجب أنهم يكون واحد التحقيق وفتح تحقيق معمق مع هاد الأطفال فين كانوا.
فين غبروا مع من كانوا. راه ممكن جدا ان الوليدات يكونوا تعرضوا للتهديد من الناس اللي اختطفوهم، لانه لا يعقل ان اطفال في عمر الظهور، وليدات اللي مازال صغار ورضع ايضا، يغبروا بسبب اشياء ما كاينش اسباب اصلا. حتى السبب يعني كتحاول انك تبحث على اسباب ما كاينش. بحال هاد الام ديالها اللي البنت ديالها خرجت من الدار وهي عاديه جدا وائد، الدريه كتغبر، ما كنبقاوش نلقاو ليها اثار. علاش؟ شنو السبب ديال الاختفاء؟ ما كاينش اسباب. اذا واش ممكن اننا نتكلموا هنا على اختطاف، على عصابه، او علاش بالضبط؟ الله يرحم لكم الوالدين اللي شافوا يعلمني يقول لي شي فين كاين. خويا عندي ولدي ادم من نهار السبت اخويا خرج مشى للمدرسه مع 8 بالشكاره ديالو، ما عاودش رجع للدار. من بير جديد كيقرب بير جديد مدرسه العيون، على السورفيطه كحله. هذه الشكاره ديال المدرسه عنده 14 عام بحال هكا، 15 طالع في 15 عام. ديك الساعه فين خرج ما قال حتى شي حاجه، بينا فاق غادي للمدرسه مع 8 كيف ما ديما عادي صافي. عاد بين الدري راه مشى للمدرسه، من كيتسناو يجي في العشيه ما جاش كاع النهار كامل. خرجوا كيقلبوا، سولنا في المدرسه، ما خلينا فينا اين بلاصه مشينا، ديكلارينا عند البوليس، اي بلاصه قالوا لنا كنمشيو ليها، ما حتى شي خبر ما جات عليه. كنتمنى اللي شافوا في هذا المنبر، اللي شافوا، اللي تنتمنى من الناس اللي شافوا عيط لي في هذا النمره ديالي. الله يرحم لكم الوالدين، راني محروقه عليها من نهار السبت، من السبت اللي فات. انا خويا ما كاين لا نعاس لا ماكله لا حتى شي حاجه، كذب عليا. مقلق ان بعض الحالات ديال هاد الاطفال اللي اختفوا عندهم نفس السيتوياسيون ونفس الوضع. تخيلوا ان الوليد يفيق مع الصباح قياس الخير يمشي للمدرسه ما يرجعش. الوليد ما غادي نتكلموا هنا لا على هروب، يعني مثلا يكونوا خايف من والديه اللي يضربوه، او لا كان شي مشكل في الدار، او الوالدين كينفيو هذه المساله بتاتا. كيقول لك ان الوليد فاق ضاحك كيف ما العاده، الوليد مشى لمدرسته وما رجعش. ما كنعيش الليل كامل فين ما قالوا لي كنمشي نقلب، حتى شي بلاصه ما خليت. ولكن كيشوفك ولا كاش عند كاين كنتمنى يرجع عندي باقرب وقت، ولا يعيطوا لي اي واحد شافو من هذا المبر ديالي، نتمنى يعيطوا لينا ويقولوا لنا شي كلمه زوينه يفرحونا. راه حيت محروقه عليه. الا كان كيسمعني ادم غير رجع، ما تخاف من حتى شي حاجه، حتى شي واحد ما غيهضر معاك، غير اجي عندي، حتى شي واحد ما غيهضر معاك، وحتى شي واحد ما غيدوي معاك، غير جي. راه كنقلبوا عليك ليل ونهار، كيعيطوا الناس، كل واحد كيقول لك شافه في تطوانه وشاف في الناظور، ولكن ما يمكنش الدري ما كيخرجش من بير جديد، ما كيفوتش دارهم. شي علامه كتميزو شي حاجه؟ ما عنده حتى شي حاجه، عادي دري عادي، درويش داخل سوق راسو، ماشي شي واحد اللي زعما قبيح ولا كلشي كيعرفو، كلشي كيجهد بان داك الدري درويش لا عمرها دار. المغاربه باش كنتمنى من المغاربه كاملين اللي كيشوفوا من هذا المنبر، الله يرحم لكم الوالدين اللي شافوا يعلمني يقول لي شي فين كاين، ويجي ادام. والله وليدي ما يقيسك شي واحد، غير جي. والله ما كنعسوا ولا كنشوفوا ولا ماكله، صايمين بالليل وبالنهار، العائله كلها مخلوعه عليه، الناس كلشي كيقلب، صغير وكبير، حتى من الوليدات الصغار كيقلبوا عليه. ادم وليدي الا كنتي كتسمعني ارجع جي عندي، ما عندكش مناش تخاف حتى شي واحد ما غادي يقيسك، غير جي. ما عرفناش هذا الولد علاش خرج، صحابو دوزو معاهم، صحابو كاملين سولوا، صحابو كلهم كيقلبوا عليه، ما كيفوتش الدرب ديالهم، كيقرا كاع الولاد كاملين في المدرسه. سولتهم قال لك نهار الجمعه ما بقاوش عاودوا شافوه. شنو المستوى كيقرا فيه؟ الثامنه. وليد اللي في الثامنه اللي غادي يكون العمر ديالو تقريبا 13 14 سنه، يعني وليد اللي كيعرف يعبر، اللي ماشي من السهل اننا نقولوا انه شي حد يضحك عليه او لا يديه بانه يضحك عليه بشي حاجه. فهنا المساله كتبدا تزيد تروع الناس وكتزيد تبدا تخوفهم اكثر، ان ولد اللي هكا اللي مدرك اللي عارف فاق مشى للمدرسه ديالو وما رجعش، ما كاينش اسباب علاش غبر، صحابو كيقلبوا عليه، كلشي كيقلب عليه. فهنا اشياء غامضه، اشياء غير واضحه. الاخوان الله يجازيكم بخير ما بارطاجوا هذا الفيديو هذا. حاله اختفاء ما عرفتش اشنو واقع دابا في المغرب حاليا، بزاف ديال الاختطافات، واش اختطاف ولا كيختفاو هكاك وصافي الله اعلم. المهم هذا السيد هذا سميتو يوسف الزروالي من تاونات، وبالضبط من كراج بغا الخلالفه. هذا السيد هذا اختفى شي 14 يوم تقريبا، مازال ما بان حتى شي اثار. والبارح حطيت التصاور ديالو، واحد السيده قال باللي شافته في طنجه. الله يجازيكم بخير اللي شاف في طنجه، ناس طنجه بارطاجوا هذا الفيديو هذا، حيت هذه السيده كتقول باللي شافته في طنجه وباللي متاكده بهذا الباس هذا والله اعلم. المهم الاخوان اللي شاف هذا السيد هذا النمره ديال الوالده ديالو هي هذه، يتواصل معها. السلام عليكم. ممكن جدا اننا نكونوا اليوم كنتكلموا على عصابه، وممكن ما تكونش اساسا هذه العصابه، ويكونوا هذه الحالات ديال الاختفاء هما حالات فرديه، ولكن العدد ديالهم هو اللي كيخلينا نطرحوا اسئله. عباد الله شنو واقع في بلادنا؟ الامن خاصو يتحرك، خاصنا نبداو نضبطوا الامور من اول وجديد، لانه كنشوفوا في كل رمضان هذه الحالات ديال الاعتداءات على الاطفال كتكثر. داك العام كانت واحد جوج ديال البنيتات، كانت البنت اللي على ما اعتقد سميتها هدايه، الا تفكرتوا اللي كان العم ديالها والاسره ديالها كيقلبوا، العم ديالها حتى هو كيقلب معاهم، اللي على العمر ديالو على ما اعتقد 17 او 18 عام. فكنتفاجئوا من بعد ان العم ديالها هو اللي ارتكب فيها جريمه، وكان كيقلب معاهم عليها، وهو اللي كان مشى لاحق قدام واحد او لحدا واحد الكاميون ديال الزبل. ايضا واحد البنيته اخر اللي كانوا لقاوها الوالدين ديالها معلقه في واحد الحبل، هذيك البنيته ايضا اللي ما كانش معروف الاسباب ديال الوفاه ديالها، والقضيه ديالها بقات غامضه. فهذا رمضان ايضا كنشوفوا ان حالات ديال الاعتداء على الاطفال كثر، وهاد الناس بحال جهلوا هادو اللي كيغبروا هاد الوليدات، او ما غاديش نتكلموا على ضياع، حيت الطفل الا ضاع، اي واحد فينا لقى طفل ضايع راه عادي غادي يمشي يدير للجندارم او يدير للبوليس. ما يمكنش، ما هذا الشيء ما بغاش يدخل ليا راسي نهائيا. فاش كيضيع شي ولد ما كنشدوش وكنخليوه عندنا، اولا كنغبروه، وانما كنبينوه للمصالح الامنيه، وهما اللي كيقلبوا على الوالدين ديالو.
لا هادشي اخوتي راه ماشي طبيعي، راه ما يمكنش في ظرف هاد الايامات كاملين هاد الدراري كاملين اختفوا ما بين ليله وضحاها في رمشة عين. يعني كيفاش هادشي؟ واش ما كايناش مراقبه؟ واش ما كاينينش الناس؟ واش ما كيشوفوا حد؟ واش ما كيشوفوهم حد؟ واش راه ما يمكنش اصاحبي، راه الخيال بنادم راه هادشي ما كيتخيلوش حتى العقل. وكل واحد في مدينه، كل واحد في مدينه، الله يسر وصافي. ما غاديش نكذب عليكم، انا دماغي حبس في هذا الشيء، ما بقيت قادره لا نحلل ولا نفهم حتى شي حاجه. المساله كتعلق هنا باطفال بارواح بريئه، وليدات ابرياء، يعني ما كتقدرش حتى يعني باش كنتكلموا على اطفال او ناس كبار في لاج. انا شخصيا الخوت ما كنبقاش قادره نهضر نهائيا، كينتابني واحد الخوف واحد الرجفه ما كتفهمهاش. معلم كتعرفوا هاد الايامات شنو منتشر؟ اخباركم هاد الايامات شنو منتشر؟ ماشي في العالم، اختطاف الاطفال. اختطاف الاطفال. الشرطه البريطانيه يعني في واحد الميناء، ما عرفتش ميناء هارويتش، واحد الميناء، يعني سبحان الله اثناء التحقيق التفتيش مع رجال الجمارك وجدوا شاحنه يعني الطرق، استغفر الله العظيم، ابليسيه شيطانيه، يعني مخبيين فيها الاطفال، مخبيين فيها الاطفال، فهمتي؟ مخبيين فيها الاطفال وكشفوه. علاش؟ وتكلموا على علاش تيسرقوا الاطفال والاهداف ديال الاطفال، وبانت لنا حتى في يعني علاش تيسرقوهم. غادي نبغي نشير لواحد المساله مهمه، هو مع الموجه ديال هذه القضايا اللي كاينه وهذه الحالات ديال الاختفاء ديال الاطفال، بداو كيبانوا شي فيديوهات اللي قدام، من بينهم فيديو ديال هذه الشاحنه اللي كيتكلم عليها، اولا هذا الكاميون اللي كيتكلم عليه هذا السيد وتكلموا عليه ناس كثار، وقالوا بانه هذا الكاميون تلقاه في بريطانيا وبان فيه اطفال صغار، وفعلا كاين الفيديو، كاين امور موثقه اللي كتثبت هذه المساله. ولكن هذه المساله راها قديمه، راه ماشي جديده. هذه المساله يمكن وقعت في 2023 او 22 فين كانوا لقاو ان واحد الكاميون فيه واحد الاطفال صغار. ما عرفتش القصه بالضبط ديال هذوك الاطفال، واش مختطفين، واش لتجاره الاعضاء، او لا شنو واقع بالضبط. فالقصه هي قصه قديمه ورجعت حاليا ترند، كاينه فيديوهات وقصص كثيره اللي كتروج هذه الايام واللي هي قصص اللي قديمه. يخطفوهم. وكاين امور اخرى جدا، يعني كما كنقول واحد القضيه حنا من اللجا تنقول الزمن كشاف، ودابا راه حتى وليت كتلقى ديك الاطفال المتخلى عنهم دخلوا في واحد المشروع ديال هادشي ديال بحال اللي وقع في جزيره ايبستين. راه ماشي جزيره وحده اللي كاينه، وشحال ديال الفكر الايبستيني كاين ديال المتاجره بالاطفال والجنس مع الاطفال وشرب دم الاطفال واكل لحم الاطفال، وهذا تيسميو شي فيتامينات الادرينالين ولا ما عرفت كاع ديك التخابيق ديالهم وشي حاجه كذا كورم، وهادشي ما كيتوجدش في الاطفال وفي واحد السن معين، والمتاجره بالاعضاء، وهذه حرب على الانسانيه وحرب على البشريه. شتي الدين شحال غزال، شتي الاسلام شحال زوين. ردوا بالكم دابا راه كيقتلوا الاطفال في العالم، ماشي غير في الدول العربيه، في العالم. كتجي وحده وبالعاني خاصك تكون كاع من القضاء بالعاني باش ما تعرفش الوجه جايه باش تغطي على الجريمه ديالها. وقد يكون اللي منقب راجل وكيدير واحد الماده وكيع الدري مسكين يصيفطها مول البقال يجيب شي سخره، كتمشي عنده كتقول له حليبه وكتعطيه شويه ديك الماده، زعما راه بحال ناعس، كتحسو مسكين راه هو ناعس. واختطاف بالسيارات بالدراجات، يعني فالله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ وليداتنا ووليداتكم من هذا الشيء اللي واقع وكيروج هذه الايام. هذا ما كان الخوت بالنسبه لهذا الفيديو. ما تنساوش تخبطوا ديك لايك، ديروا ابوني. واللي غادي نقول هو في الاول وفي الاخير اللي كانت القضيه كتتعلق بعصابه ديال الاختطاف ديال الاطفال، كونوا على يقين ان الدوله وان المؤسسات الامنيه ديال بلادنا غادي تضرب بيد من حديد في هاد الناس اللي كيقوموا بهذه الاعمال. اما اذا كانت المساله كتتعلق بحالات اختفاء فرديه وما عندها حتى شي علاقه بالاختطاف او لا تجاره الاعضاء او غيرها، فكنتمنوا ان تكون هناك اجابات للاسئله ديال حول اختفاء هاد الاطفال. بغينا نعرفوا هاد الاطفال فين غبروا. ما يمكنش اننا نقولوا انهم كيف كيقولوا المصريين فص ملحي وداب، لا، هادو ماشي كائنات تبخروا، هادو ماشي بسم الله الرحمن الرحيم، لا، هادو بشر بحالنا بحالو. ما يمكنش يغبروا بلا ما نلقاو لهم اثر او دليل. كما تيقول البخاريه ماشي الناريه البخاريه، فهمتي؟ ماشي راه اكثر. هناك راه اهداف. الان البشريه مستهدفه والدين مستهدف، خص الانسان يرد البال. هذه كلها الهاءات. وكاين امور اخرى جدا، يعني كما كنقول واحد القضيه حنا من اللجا تنقول الزمن كشاف، باقي سينفضحون وستسقط هذه المعادله ديال المدنيه والرقي والحضاره والتمدن والتنوير والحداثه والخطاب يعني التنويري مع استعمال الخطاب الاقتصادي المحارب للفضيله والاشراع الله عز وجل. هذا ما يزيد الاسلام الا رفعه وسموا، والعاقبه للمتقين. وهذه الاهداف مع الاسف اهداف خبيثه ومرسومه. نسال الله عز وجل ان يحفظ امتنا من كل سوء ومن كل مكروه، وان يحفظ ديننا، وان يحفظ يعني الحمد لله بلدان المسلمين.